نبدأ بالصلاة على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. في قلب مدينة قديمة مليانة أسرار كان عايش قط حكيم اسمه البروفيسور أليستير أوسيكر فينيش، لابس بدلة تويد وشايل عدسته المكبرة. وصلته رسالة غريبة عن ساعة الظل وسرها المدفون اللي ممكن يغير التاريخ. البروفيسور حس إنها مغامرة العمر. قابل مولي القطة الذكية والسريعة، ومجرد ما لقوا أول دليل لقوا نفسهم مطاردين من قط سيامي شرير اسمه سايلس فيكس اللي كان عايز الساعة دي لقوته. البروفيسور بذكائه ومولي بخفتها فكوا ألغاز وخرايط قديمة ودخلوا مكتبات سرية وسراديب، ودايما كانوا سابقين فيكس بخطوة. المغامرة وصلت لآخرها في مكان أثري قديم، وهناك لقوا ساعة الظل مكسورة وظهر في وشهم فيكس. بعد معركة قوية البروفيسور بذكائه قدر يحبس فيكس، ومولي ساعدته يتغلبوا عليه، وعرفوا إن الساعة مش بتتحكم في الوقت، دي بتكشف عن أماكن طاقة كونية مدفونة في الأرض، ودي قوة لو وقعت في إيد شرير ممكن تدمر الدنيا. فقرروا يحموا السر ده. من اليوم ده البروفيسور وسكر ومولي بقوا أبطال المدينة، وكل قط فيها عرف إن الألغاز الكبيرة ممكن تفتح أبواب لمغامرات أكبر، وإن العقل والتعاون هم أهم سلاح.